السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله للطلبات الكثيرة الوصفات الصيفية السهلة والسريعة والاقتصادية. أكدوا لي على الاقتصادية وأكيد البنينة. اليوم جبت لكم بطاطا كوشة معسلة والبنة تاعها عسل ما شاء الله وسكر وحلاوة. نتحدى أي وحدة تقول لي ما عجبتنيش. هذه إن شاء الله توصل لملايين المشاهدات باش كاع الأخوات يديروها هاد الوصفة يتبنوها ويديروها، باسكو ما كاش أروع من هاد البطاطا كوشة جربتها في حياتي. أخواتي هذه مش وصفة تاعي للأمانة، وصفة منقولة إن شاء الله على بركة الله. بسم الله. ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدو هنايا كما راكم تشوفوا عندي زوج حبات تاع بصل، وحده كبيرة وحده متوسطة كما هكا. نتوما ديروا على حساب عدد أفراد الأسرة. أنا حقيقة راني نديرها زوج خطرات في السيمانة، تالمو بنينة بزاف وما تشدش اليد. هنايا أنا تالمو بنينة نكثر الكونتيتي. دوك تشوفوا شحال غادي ندير. هنا درت هاد الكمية تاع بصل هكا، تحاولوا تفركتوه وتحلوه بيديكم، تحطوه في الصينيه اللي تدخل الفرن سواء تاع الحديد ولا تاع الزداج. وهنا غادي نجيبوا حبيبات تاع البطاطا تكونوا منقينهم وناشفين من الماء تاعهم وتقطعوهم دوائر. هذيك الدوائر ما تكونش خشينه ولا غليظه وما تكونش رقيقه تاني رقيقه بزاف كي تاع الشيبس، بهذه الطريقه متوسطه. غادي نقطع كاع دوك الحبات اللي راكم تشوفوا فيهم ونعاود نولي لخواتاتي. هنا كل ما تقطعوا حطوا فوق هذيك البصله هكا حتى اللي تكملوا كاع الكونتيتي تاعكم. ان شاء الله اليوم كاع تجربوا هذه الوصفه وما تبخلوش عليا بتاع علاقكم كيفاش جاتكم، وثاني تبارطاجوها مع خواتاتكم باش تعم الفائده. جينا هنايا للسر. هنا هذه التتبيله اللي قلت لكم خطيره، تجي بزاف شابه. اش غادي نقول لكم، ما نعيا نمدح فيها، ما عندي ما نقول. المهم هنايا جبنا حبه طوماطيس غادي نحطوها في الاشواخ. حبه طوماطيس تكون معتبره. هنا فيها الجو تاعها ماشي ناشفه، زوج فصوص تاع الثوم، وهنا واحد شويه تاع المعدنوس. اللي ما عندهاش الاشواخ غادي كلشي تقطعيه، واللي يتقطع يتقطع رقيق، واللي يترابا يترابا. ثوم رابيه ورابي تاني هذيك الطوماطيس. جيت هنايا جبت مغرف كبيره تاع طوماطيس تاع العلب، طوماطيس تاع القوطي مغرف كبيره. دو هذيك النوعيه الشابه، ما تدوش ديك النوعيه اللي جايه كحله والطعم تاعها فيه المروريه. هنا درت 3 مغارف تاع الزيت، سا ديبون زيت على حسب البطاطا. عندي كاس تاع الماء هنايا، ماء عادي ديت منه شويه. عندي الكركم، شويه تاع الكركم، شويه تاع الفلفله الحمراء اللي هي العكري، شويه تاع الحرور اللي هو الفلفل الكحل، ونزيد معها هنا كيري دجاج. كيري دجاج خواتاتي. هاد التوابل دايما نشروهم وخلوهم في الدار هكا. كيري الدجاج، كيري اللحم تاع الشاورما، خلوهم تسحقوهم. جبت هنايا مرق دجاج، تقدروا ديروا مكعب تاني تاع دجاج وتحطوه. وهنا غادي كلشي بالاشواخ انا كلشي بالاشواخ. وهنا غادي تخلطوا كلشي كما شفتوا وتطحنوا كلشي. ولت لنا التتبيله. واش نقول لكم على التتبيله؟ هنا غادي نحط نقسم شويه باسكو الكونتيتي راهي كبيره هكا، باش نخلط شويه بصل شويه بطاطا هكا، ونجيبوا هذيك التتبيله تاعنا باش نبداو نتبلوا ان شاء الله. لكن قبل هذا نجيبوا الملعقه السحريه اللي غادي تعطينا واحد التعليكه وواحد الصوص في التاليه هكا، تجي خاطره ما تجيش غميها هكا، طلق لنا غير داك الماء تاع البطاطا والبصله ومع تاع طوماطيس وكاع، لا تجيكم خاطره بنينه. مهم جربوها ما نقعدش غير نقول لكم بنينه بنينه، جربوها. هنايا هذيك المغرف تاع الفرينه غادي تخلطوها في كاع الكونتيتي تاع البطاطا والبصل، وتزيدي هنا تكبي عليها هذيك التتبيله اللي درناها. راكم تشوفوا هنا حاجه سهله مهله، بصح الخطوات يعني زدنا فيها صوالح غير قليل يعطوكم بنه واحده اخرى كاع. غادي تولوا تعتمدوها كما تصبي ما ديري، تروحي تجيبي البطاطا والبصله وديريها لوليداتك ان شاء الله ولا العائله تاعكم. هنايا غادي صاي شوفوا ديت كاع الكونتيتي، باسكو كان هنايا في الخطا تاع الاشواغ وكل شيء تدو كاع الكونتيتي. من بعد داك الماء اللي بقى لكم لاش غادي نستعملوا فيها كاس تاع الماء. هنا حلحلت به كاع ديك الاشواغ باش ندي كل التتبيله كما راكم تشوفوا. هنا زعما ما دزت عليكم والو، كلشي راني نبين لكم فيه. وهنا غادي نكبها هكا وخليت شويه في الاشواغ. دوك تشوفوا وين غادي نديرها. هنا غادي نبدا نخلط. تخلطوا هكا، ماذا بكم تخلطوا بيديكم باش تدخلكم تتبيله غايه في البطاطا وما تقعدكمش جهه يعني ناشفه ولا هكا كاع تتبل غايه. وجبت هنا تاني الكونتيتي الزوجه تاني غادي نتبلها. شوفوا هاد الكونتيتي طارت في السماء ما شاء الله ما شاء الله. راكم تشوفوا ماشي غير اللحم اللي يبنن لكم الماكله، لا هنا دي فوا غير هكا دي زاستيس صغار يختلفوا ويعطوكم بنه مختلفه جدا في الاطباق تاعكم. جبت اليوم غادي نطيبها، واحده غنطيبها في البيركس وواحده غنطيبها في طاجين تاع الطين. اللي تبغي دير في طاجين تاع الطين ما عندهاش بيركس، ما عندكش صينيه تاع الحديد، ديري اللي عندك طواجين هكا ديري فيهم. تنجمي ديري حتى الطاجين الفردي هذاك الصغير، وكل واحد يدي الكميه تاعه يعني، ولا يدي الطاجين تاعه. هنا غادي تحطوا هكا كميه تاع البطاطا تدفوها ودهنتها بشويه تاع الدهان اللي هو الزبده ولا المارغرين، وهكا غادي طيبوا فيه. تعرفوا بلي الاواني الطينيه تدخل للكوشه تاع النار ولا تاع التريسينتي كيف كيف.
تدخل لكم للكوشه. دائما كل ما نحط لكم فيديو نبغي نفيدكم بحاجه لو كانت تكون بسيطه. كما اليوم عطيتكم هاد لاستيس تاع الطاجين طيبي فيه، عطيتكم لاستيس تاع الفرينه تاني، لاستيس تاع التتبيله انك ديريها في الاشواغ. يعني تبدو لو كان حاجه قليله، المهم تستفادوا من الفيديو، يعني ما تدوش غير الوصفه، تستفادوا من بزاف صوالح. هنا قلت لكم طيبوا في الطاجين تاع الطين، ولا طيبوها هكا في البيغاكس تاع الزباج، ولا طيبوها في الصينيه تاع الحديد، كيما تقدروا طيبوها في القدره تاع الطين كيما درتها لكم يعني في القناه. كي القدره تاع الطين تاني طيبوا فيها. مهم كوشه تاع تريسينتي ولا تاع النار يطيب فيها الطين. هذه خواتاتي ديروها في بالكم هكا، ديبانو روحكم في الكوزينه، ماشي تقولي ما عنديش ولا ما نطيبش. المهم هنا حطيت كل التتبيله شفتوا، وزدت هنايا غادي قلت لكم خليت شويه هذاك تاع الماء اللي فيه التوابل، غادي نحطها هكا على الاطراف ونعاود نكبها ثاني في الطاجين. شوفوا كي غطيت عليه غير بالمغطى تاعه بالبلاع. وهنا ما غاديش اليوم نستعمل الالومنيوم، ما غاديش نستعمل الالومنيوم باسكو ما كانش عندي، ويعني ما كانش لي يشري لي، فهمتوني. هنا غادي جبت بابي كويسون كان عندي، شمختها في الماء تحت السباله كيما هكا باش يحافظ لي على الرطوبه اطول مده ممكنه. بلعت على الطاجين الاول، والزوج هذا ثاني غادي نجيب له بابي كويسون ثاني غادي نشمخه بنفس الطريقه. كيتشمخوه يحافظ لكم على الرطوبه قلت لكم اطول مده، يعني ماشي خف ينحرق وسيرتو الحاجه اللي تطول كيما بطاطا كوشه تطول في الكوشه باش طيب لكم، تدي تقريبا ساعه هكا باش طيب، وهذاك الكاعد باش يشد معاكم. بعد هنا اللي غميتها هكا غادي نجيب هنا يا اما قلت لكم ورق الالومنيوم، يا اما تاع البلاع تاع الطاجين. عندي بلاع واحد اخر ما عنديش ورق الومنيوم، غادي نديباني روحي به. شعلت الكوشه تاعي تحمى كي بديت ندير معكم في الوصفه، تسخن على درجه حراره 180. من بعد دخلت فيها البيغاكس والطاجين هذاك يطيبوا، ما تخلوهاش طيب فوق الساعه باسكو انا شويه نسيتها، راكم تشوفوا الحواف نحرقت. المهم هنا رشه تاع معدنوس راكم تشوفوا هكا باش نكسروا الالوان وتجينا شابه هكا في الطابله وتشهينا النفس تاعنا باش ناكلو. غادي نحط لكم هكا تشوفوا شهيتكم في الجنه خواتاتي وخوتي. هذه يقدروا يديروها رجاله، النساء العاملات كي تدخلي هكا الحشيه ما تصيبش ديري ولا ديري كل شيء هكا في رحبه وطيبيه يجيك ما شاء الله، تاكلوها بالصحه والهنا وتجربوها بالصحه والهنا. ما تخرجوش بلا ما تحطوا لنا كومونتير شباب كيما كيفكم، وثاني لي جيم تاعكم، ولا تنجموا تبارطاجوا الوصفه مع صحاباتكم وخواتاتكم هكا باش تاعهم الفائده. ان شاء الله يا ربي كنت خفيفه عليكم، وان شاء الله يا ربي دائما نكون خفيفه عليكم. وهنا غادي نوري لكم شوفوا كي طيب زبده تجي قلت لكم حلاوتها والله ما توصفش حتى اللي تجربوها. المهم هنا نسيت باش نقول لكم حاجه من الهضره من ما هضرت لكم بزاف. هنا في كي تبقاكم ديك 10 دقائق ولا قلعوا لها بابي كويسون وقلعوا لها هذاك الخضر الفوقاني وخلوها تتحمر شويه من الفوقه، خلوها شويه من الفوقه هكا باش تدي لكم هذيك التحميره وديك التعسيله. هذا مكان ان شاء الله يا ربي نعاود نقول لكم تجربوها بصحه والهنا. استودعكم الرحمن الذي احبكم فيه، والسلام عليكم ورحمه الله.